في الأجزاء اللي فاتت عرفنا مع بعض إزاي كان عايش سكان الأمريكتين الأصليين، وإزاي قدروا يعملوا حضارات، واتكلمنا عن أهم الحضارات والثقافات دي. هنبدأ في الجزء ده نتكلم عن الاحتلال الأوروبي للعالم الجديد، وهتكون البداية مع الغزو الأسباني للأزتك. في سنة 1519 وصل إرنان كورتيس مع جيشه لسواحل أمريكا الوسطى. كانوا مستعدين لاكتشاف الأراضي الجديدة، ومفيش عند أغلبهم خبرة قتال قبل كده، لكنهم اتعلموا من بعثات الكاريبي، واستعداد الأسبان كان أكبر من اللي قدامهم. كورتيس عرف إن إمبراطورية الأزتك قوية وشجاعة، فقرر يتحالف مع أعداء الأزتك من التلاكسيكالا. مع بعض واجهوا الأزتك في أول معركة كبيرة، والنتيجة كانت إن تقدم الأسبان اتأخر. الإمبراطور مونتيزوما استقبل الأسبان كضيوف، وما كانش عارف إنهم هيخدعوه. المدينة كانت مذهلة، أسواق ملونة وبيوت مزينة، لكن كورتيس خدع مونتيزوما وأخده أسير، وكل اللي كان يهم الأسبان هو الذهب. لما ساب كورتيس المدينة، ألفارادو نظم احتفال للأزتك وبعدين ذبح نبلاء المدينة. ده أشعل غضب السكان، والأسبان حاولوا يهدوا الناس باستخدام الإمبراطور كأسير، لكنه مات من رمية حجر. في يونيو 1520 الأسبان اضطروا يهربوا من تينوتشتيتلان بعد ما الأزتك ثاروا ضدهم. الليلة دي اتشهرت باسم ليلة الأحزان بسبب سقوط عدد كبير من الجنود الأسبان. بعد موت مونتيزوما، ابن أخوه كواوتيموك تولى قيادة الجيش الأزتك. نظم الدفاع وحشد المحاربين، والكهنة جهزوا المدينة للمعركة الكبيرة ضد الإسبان اللي رجعوا مع التعزيزات. كورتيس رجع للتلاكسكالا، أعاد تنظيم الجيش وبنى سفن حربية جديدة. خطته كانت غزو تينوتشتيتلان عن طريق البحيرة، لأن المدينة كانت محاطة بالمياه من كل جهة تقريباً. الأسبان والتلاكسكالا حصروا المدينة من كل الجهات، لكن شجاعة محاربي الأزتك كانت أقوى. المدينة اتدمرت والقتلى في كل مكان، لكن الأزتك انتصروا. كواوتيموك قال: سطوح البيوت دمرت وجدرانها حمراء بدماء القتلى. بعد معارك ومجاعة وأوبئة، الأسبان رجعوا واحتلوا تينوتشتيتلان بالكامل سنة 1521. انهيار إمبراطورية الأزتك كان بداية تأسيس الإمبراطورية الإسبانية وراء البحار، اللي هتتسمى إسبانيا الجديدة رسمياً سنة 1535. نروح بقى لاحتلال الأسبان للإنكا. الغزو الأسباني لإمبراطورية الإنكا كان من أهم الحملات في الاستعمار الأسباني للأمريكتين. في سنة 1532 169 جندي بقيادة فرانشيسكو بيزارو مع حلفاء من السكان الأصليين احتلوا إنكا سابا أتوالبا في معركة كاخاماركا، وكانت البداية لحملة طويلة استمرت عقود. لما وصل الأسبان لحدود الإمبراطورية سنة 1528 كانت الإنكا أكبر حضارة في أمريكا قبل الكولومبيين. مساحتها شاسعة من جنوب كولومبيا لحد تشيلي، ومن المحيط الهادي لغابات الأمازون، وعدد السكان حوالي 16 مليون نسمة. التوسع الكبير جاب مشاكل. المناطق المختلفة كانت عندها ثقافتها الخاصة، والتضاريس كانت صعبة، وكل التنقل كان ماشي أو بالقوارب، وده صعب على حكام الإنكا إدارة الإمبراطورية. الإمبراطور وينا كاباك اعتمد على أولاده لتثبيت حكمه. المهمين كانوا 2، واسكار وأتوالبا، والاتنين لعبوا دور كبير في المرحلة الأخيرة للإمبراطورية. بعد وفاة وينا كاباك سنة 1528 بسبب الجدري، قامت حرب أهلية بين الأخوين. واسكار أعلن نفسه إمبراطور في قوسكو، وأتوالبا حصل على دعم الجيش من كيتو. الجيش الأسباني بقيادة بيثارو استفاد من الحرب الأهلية، وحاول يكون تحالفات مع شعوب مضطهدة ضد الإنكا. في نفس الوقت أتوالبا بيجهز جيشه شمالاً وواسكار في الجنوب. أتوالبا حشد حوالي 30,000 جندي شمالاً، وواسكار نفس العدد في الجنوب، لكنهم أقل خبرة. الجنرالين تشالاكوتشيما وكويسكويس قادوا الانتصارات الأولية لأتوالبا. في اليوم اللي وصل فيه الساعي برسالة النصر لأتوالبا، وصل بيثارو وفريقه من جبال الأنديز ناحية كاجاماركا،
وده كان بداية الغزو الإسباني الفعلي للإمبراطورية. دلوقتي هنتكلم عن تاريخ استعمار البرازيل من أول وصول البرتغاليين في 1500 لحد ما بقت مملكة متحدة مع البرتغال في 1815، وهنشوف إزاي استغلوا الأرض والموارد واستخدموا العبيد ونشأ الاقتصاد البرازيلي. البرازيل كانت غنية جدا بالموارد. البرتغاليين بدأوا باستخراج خشب البرازيل الأحمر وصنع السكر، وبعدها اكتشفوا الذهب والألماظ. أغلب العمالة كانت عبيد خصوصا من أفريقيا، بعد ما استخدموا السكان الأصليين لفترة قصيرة. على عكس المستعمرات الأسبانية اللي كان يحكمها نواب الملك، البرازيل كانت مستوطنة برتغالية على الساحل مع مستوطنين برتغاليين وعبيد، والاقتصاد كان بيعتمد على تصدير المنتجات للقوى الأوروبية. البرازيل فضلت وحدة إدارية واحدة طول فترة الحكم الملكي، وده خلاها أكبر دولة في أمريكا اللاتينية. اللغة البرتغالية والدين الكاثوليكي لعبوا دور كبير في تماسك المجتمع. البرتغال سبقت أوروبا كلها في رسم الخرائط والملاحة البحرية. سنة 1494 عملوا معاهدة تورديسيلاس لتقسيم العالم بين البرتغال وأسبانيا، وفي 1500 وصل بيدرو ألفاريز كابرال للبرازيل وادعى الأرض باسم الملك. البحرية البرتغالية بدأت توسع أراضيها في إفريقيا والهند والمحيط الأطلسي، وكانت بتدور على الذهب والعاج والعبيد والبضائع الثمينة، وأنشأوا مصانع تجارية محصنة لتثبيت وجودهم. في 22 أبريل 1500 وصل ألفاريز كابرال بالبرازيل، وبدأ البرتغاليين يرسموا خرائط الساحل ويستخرجوا خشب البرازيل الأحمر اللي كان ليه قيمة كبيرة في أوروبا لصبغ الأقمشة. البرتغاليين اعتمدوا على الأوروبيين اللي عاشوا مع السكان الأصليين وعرفوا لغتهم وثقافتهم، زي جواو راماليو مع قبيلة الجوياناز، وكارامورو مع شعب توبينامبا. لما لاحظ البرتغاليين إن فرنسا والدول الأوروبية التانية بترسل حملات للبرازيل، بعثوا بعثات كبيرة لحماية الساحل وإنشاء قرى استعمارية زي ساو فيسانتي. وبكده نكون غطينا بداية الاستعمار الأوروبي في الأمريكتين، من الأسبان اللي غزوا إمبراطوريات الأستك والإنكا، للبرتغاليين اللي استعمروا البرازيل واستغلوا الأراضي الزراعية وجلبوا العبيد للعمل. لكن القصة لسه ما كملتش. أوروبا ما اكتفتش بكده، ولسه عندنا أحداث مهمة جاية. الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين اللي دخلوا على المسرح. في الفيديو الجاي هنتابع رحلة الاستعمار الأوروبي. تابعونا عشان نكمل الحكاية.